السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلام وبصحة جيدة بإذن الله. دلوقتي هنعمل الغدا سوا مع بعضينا. هنعمل أكلة سهلة جدا لسنة أولى مطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. دلوقتي حطينا حلة فيها مية تغلي، وحطينا سقطنا فيها لحمة، وبعدين خرطت بصلاية، وهجيب طماطمايه اخرطها اوريها لكم دلوقتي. دي حاجات بتاعه الشوربه. وغسلت اللحمه كويس، وحطيت الطماطم والبصله، وهوريكم احطه ايه كمان. ورق لورا، وزعتر، وفلفل اسود، وحبهان. كل ده حبوب مش مطحون يعني. وأوريكم ورق اللورا هو. بقول لكم انزلوا اشتركوا لي في قناتي، وصلوا وسلم معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. خلي بالكم ان انا مش حطيت ملح، ما حطيتش ملح. ما بحطش ملح لما خالص اللحمه استوت بحط ملح. بوريكم دلوقتي الفلفل الاسود، احط شويه، احط معلقه كده، مع نص معلقه او ربع معلقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. حبيبي يا رسول الله. ده التربو اللي على طول جنب البوتاجاز. كنت غسلاه ومنشفاه نشف. بحب احط عليه جورنال كده، علشان طبعا عارفين البوتاجاز والدهون والمطبخ وكده، فبيحافظ عليه يعني. بحط عليه البصل، حبايبي اصحابي. بحب اتكلم معاكم وبشكركم على اشتراكاتكم في قناتي وربنا يكبر بخاطركم، يكبر بخاطر كل واحد يعمل لي اشتراك ويعمل لي لايك، وان شاء الله نكبر مع بعضنا ونكبر سوا يا رب، ان شاء الله باذن الله. بوريكم دلوقتي متحيره، مش عارفه هيبقى متحيره ليه بصراحه، عماله تحط وتشيل وتعمل. النهارده كان يوم ترويق جامد جامد، ولما بقى السجاد ولما كل حاجه. وبروق المطبخ وبروق كل حاجه، حتى كمان هتشوفوا المطبخ ارضيته ما فيهاش سجاد. وكوم بقى مواعين في الحوض، وعماله الم بقى من كل حته واروق في البيت. بنضف يوم التنظيف العالمي، يومين ورا بعض كده تنظيف عالمي في البيت. بقول لكم اعملوا لي لايك واشتراك في قناتي، بتشرف بيكم بوجودكم معايا. دلوقتي هنعمل رز معمر. حطيت معلقه زيت وحطيت ملح. ده كله انا كنت مفكره الكاميرا شغاله، ما كانتش شغاله. حطيت ملح، معلقه ملح كبيره، ومعلقه زيت كبيره، وقطعتين زبده، وقشطه، معلقه قشطه كبيره. وهنظبطه نحط له اللبن مع بعضنا. دلوقتي هنحط اللبن، لازم يكون سخن علشان انا هدس في الفرن الغاز. الفرن البوتاجاز لازم اساعده يعني شويه عشان يطيب معايا. الفرن اللبن سخن، ما ينفعش طبعا اطلعه من التلاجة واحطه، او يكون بحرارة الغرفة المكان اللي انت فيه. اللبن يغطيه كده. ولما احطه في الفرن هزوده كمان شوية
عشان بس ما يصورش مني وانا بعمله. نولع طبعا مولعين الفرن قبلها، مسخنين الفرن من قبلها. لازم الفرن يبقى ساخن مسبقا. للرز برضك، لاي حاجه بتعمليها لازم تكوني مسخنه فرنك عشان تظبطي حاجتك وتطلع ايه على طول حلو. دلوقتي هنفتح نحطه في الفرن مع بعضنا. شفت الرز المعمر سهل جدا ازاي. غسلت رزي وحطيته في الصينيه اللي انا هعمله فيها، وحطيت المعلقه الزبده والمعلقه الزيت والمعلقه الملح، وقلبه على حسب كميه الرز طبعا اللي انت حطاها، يعني بتظبطي ملحك وتظبطي سمنتك وكده، وتظبطي لبنك بقى. صينيه الرز بنعايرها ازاي؟ بتقيسي كده عقلتين من صبعك، تمام؟ عقله من صبعك، لازم يكون الصينيه ناقصه عقله من صبعك او عقله ونص كده، عشان تاخد حقها في السوا وعشان تطيب حلو وما يبقاش فيها اي حاجه. تمام. صلوا وسلم على سيدنا محمد. انا مطلعه البرامات دي علشان هعمل مع بعض هنعمل مع بعض الخضار هحطه فيها، بس ما ينفعش اولع النار على البريمه الفخار دي. دلوقتي بوريكم الرز طاب اهو، بس لسه عايز ازوده مغرفتين شوربه او ميه سخنه. لو ما عنديش شوربه ميه سخنه، واغطيه، لازم اغطيه بقى عشان يعلى ويطيب معايا. انا رز كده بيعمل في الفرن بتاعي كده، بوريهولكم فرفر ازاي. كان طعمه تحفه جنان، بألف هنا. الرز المعمر ده بملح. في بلاد بتعمله بسكر، البلاد اللي بتعمله بسكر يقولوا لي بقى في الكومنتات. صلوا وسلم معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، سيد الخلق اجمعين. بغرفه اهو اوريهولكم وفرفر ازاي، حبايه من حبايه ازاي. يلا نعمل بقى الخضار بتاعنا. حطينا حله فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت، وبشرت فيها بصلايه وسط، مش كبيره ولا صغيره. تعالوا نشوف هنعمل ايه خضار النهارده. هنخرط الجزرايه ونخرط البطاطسايه قطع صغننه مش كبيره. دلوقتي بخرط الجزرايه معاكم. معلش انا بحاول على قد ما اقدر اقصر من وقفتي في الفيديو، علشان وبحاول برضك لازم اوريكم انا بعمل ايه في الفيديو، علشان يعني اللي هم البنات اللي لسه داخلين المطبخ وكده وبيتعلموا هيقفوا يعملوا ازاي ويعملوا ايه. ربنا يدي الصحة لأمهاتنا يا رب ويخليها لنا وما نحرمش منها أبدا. كده البنوتة الشاطرة العسلة تخش تساعد مامتها تعمل ايه الخضار سهل جدا ازاي. معلقة سمنة ومعلقة زيت، وحطيت البصلاية وحطيت الجزراية صغيرة اهي مخرطاها تخريطة صغننة زي السلطة. وحطيت ايه تاني يا هبة؟ البطاطسة قشرتها وحطيتها. هنزل بيها دلوقتي بسلة، هنعمل بسلاء خضراء. تمام. حطينا كله مع بعض اهوت. البسله انا مفرزراها، هبقى اوريكم انا مفرزرها ازاي، هبقى اقول لكم ان شاء الله لما يجي ميعادها. شايفين خضرة ازاي زي ما هي، ما بعملش فيها اي حاجه. هوريكم ازاي بخزنها. انا مطلعاها من الفريزر زي ما هي مجمده لسه اهي، انا اللي مفرزراها في الفريزر. خرطت الجزرايه والبطاطسايه، انا بحب احط عليها بطاطس عشان في ما بيحبش البسلاء عندي، فبيحبوا ينقوا البطاطس اللي فيها. ننزل بالصلصه بتاعتنا بقى اهي. تمام كده.
وحاطه في الصلصه معلقه توم. التوم دخليه في كل انواع خضارك، بيدي طعم ونكهه وريحه جميله جدا في الاكل. ما بيبانش على فكره، ما بيبانش خالص. دلوقتي بحط مغرفتين شوربه علشان انا حاطه معلقتين، حاطه صلصه. طماطم صلصه من اللي هي كانت حمرا كده شايلاها، فرزراها انا برضك يعني. نغطيها بقى تاخد وقتها. بحط الاول مع ربع معلقه سكر، لازم احط على البسله ربع معلقه سكر، بتعزز اللون وتعزز الطعم برضك، بتخلي طعمها جميل. اهي ده سكر وده ملح، احط ملح بقى، وربع تفتوفة معلقه فلفل اسود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلوا معايا على حبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. واللي ما عملش لايك لغاية دلوقتي ينزل يعمل لايك ويشترك في قناتي، أتشرف بيه وأتشرف بوجوده فضلا وليس أمرا. بوريكم البرام اللي أنا هحط فيه البسلة. بس الاول انا عاوزه اقول لكم ان اللحمه اللي انا سلقتها دي هشيلها احطها في الخضار ده علشان تاخد الطعم والنكهه واللون، واسيبها تغلي شويه فيها. انا دلوقتي بساوي البسله نص سوا، علشان انا بقول للبنات اللي هم سنه اولى مطبخ اهو، انا بساوي البسله عشان انا ايه مش حابه ان انا هتغيب قوي في الفرن لو طاوبتها في الفرن. انا ممكن اعمل لها حته عجينه واللي هي بحبه البركه كده، واغطي البرام بيها واقوم حاطه فيها الخضار. بس انا مش عايزه كده، انا عايزه يبقى فيها ايه بعض من الشوربه، علشان ايه او الاولاد وكده يعني بيحبوا الشوربه شويه فيها بسيطه كده، ما بتبقاش ناشفه قوي. انما لو انا هعملها كده هتبقى ناشفه، فيها ناشفه شويه. لو انا هسويها من الاول في البرام هتبقى ناشفه شويه في الفرن. هحط بقى اللحمه بتاعتي فيها، اشوف طابت ولا ايه، حاجه يعني بدأت تطيب ولا ايه، عشان اطفي واحط الخضار واحط اللحمه فيها وازود اللحمه فيها. وبعدين ايه حطيتها اهون، وبعدين ايه احطها في البريمه بقى اهي بوريها لكم، واحطها في الفرن. نحط بقى البرام التاني. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يلا بقول لكم اعملوا لي اشتراك في قناتي واعملوا لي لايك، ربنا يكبر بخاطر كل واحد يعمل لي لايك وكل واحد يعمل لي اشتراك في قناتي، ربنا يكبر بخاطركم يا الله. بوريكم الطاجن الفخار ده انا حطيت فيه بقية الخضار واللحمه اللي انا سقطتها فيها، هحطها في الفرن بقى. وهوريكم طالعه شكلها روعه جنان من اللي قلبكم يحبها. يا رب كده يكون لكم نصيب، ويا رب يا رب يا رب بألف هنا وشفا. يا رب كل من يشترك في قناتي ربنا يكبر بخاطره ويعلي من شأنه ويرفع من مستواه، ويا رب يا رب كده نبقى سعدة مع بعض. وبوريكم هو طلع من الفرن، شايفين البرام شكله جميل روعة ازاي، وطعمه خطير، بيبقى طعمه جميل جدا في البرام. جربوه كده وقولوا لي رأيكم. شايفين طعمه شكله جميل ازاي، شكل اللحمة فيه، وما حمرتهوش او ما حرقتوش قوي اهو. بوريكم الرز رخل مفرفر وجميل. واللي ما اشتركش في قناتي يشترك يلا ويعمل لي لايك. شوفوا بذمتكم البسله دي مش تستاهل لايك، والرز الجميل المعمر الجميل ده. يلا اجمل لايك يلا واجمل اشتراك.
بإذن الله مع بعضنا عشان يوصلكوا كل جديد. وفعلوا الجرس، اتكوا على الكل، هينزل اما تتكوا على الاشتراك كده هيجيلكوا جرس. في جرس عندكم كده اتكوا عليه هيجيلكوا الكل مخصص كذا، اتكوا على الكل على طول عشان يجيلكوا كل حاجة انا بعملها. يلا بقى نديهم يتغدوا بألف هنا، علشان الباقي بقى لسه في الدروس على ما يجوا. اسهل اكله ازاي وجميله. يلا بقى نشوف مطبخنا قبل ما نروح نقعد ونشوف المعركه اللي هنعملها في المطبخ. هنخلص بقى البوتاجاز ونخلص بقى شويه الطبقات اللي في الحوض علشان نروح نقعد نبقى خلاص خلصنا اللي ورانا. ولو اني لسه ما خلصتش، يعني ده لسه ورايا ماتش ترويق بكره ان شاء الله لو عشت وكان ليا عمر. نغسل بوتاجازنا مع بعضنا كده، واوريكم بنغسل البوتاجاز بسهوله، بكل سهوله، حاجه سهله مش حاجه صعبه جدا. انت اللي بتسهلي الحاجه على نفسك وانت اللي بتصعبي الحاجه على نفسك. حطي في دماغك ان انا هعمل الشغل ده هي على طول، مش هتكمل معايا دقيقه، هتلاقي نفسك عملتيها وربنا وقف جنبك وعانك ومن غير اي حاجه. انما لو كسلت في نفسك وقعدت تقولي يا ده صعبه، ده مشوار، ده لسه هقوم واجيب السلكة واقوم اجيب الصابون وادعك واعمل، خليه لبكره بقى، لا مش هينفع، يلم حشرات ويلم قرف وتبقى حاجة صعبة يعني. على طول كده اول باول تقومي تحسي ان بيتك نظيف وحاجتك نظيفة، وتيجي تعملي تعملي بعد كده اكلك، بعد كده تاني يوم تلاقي الامر سهل وكل حاجة متيسرة والحاجة نظيفة قدامك، مش لسه هتقعدي تنضفي. يعني انا لازم اخرج من المطبخ قبل ما احط الغدا كده، لازم اخرج من المطبخ ما فيهوش طبق فوق متوسخ، لا اما عندي غسالة احط فيها، لا اما اغسل اللي اقف اغسل اللي فيه اللي في الحوض. وبعد ما اخلص طبعا هيتكبب مواعين تاني، فليه انا احط مواعين فوق مواعين فوق مواعين واتقل على نفسي؟ لا انا اخلص اول باول ما تحسش ولا اتعب بقى بعد كده. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده بنشطب بوتاجازنا مع بعضنا. بعد ما خلصنا غدانا كده ما يلزقش فيه الدهون بقى، ما تلحقش تعمل دهون والكلام ده. انا بجيب باور بعمل بيه الدهون على طول، بس لما تكون بقى الدهون تقيلة وكده يعني. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا سيدنا محمد أفضل سيد الخلق أجمعين. خلصنا بوتاجازنا هون. يلا بقى خلصيها بهو. ما شاء الله ما شاء الله، برافو. انجزي يا جميل. ايوه بعمل العيون الاخرى، المفاتيح بتاعته. بغسل حتة القماشة تاني واعيد عليه تاني عشان يبقى شكله نظيف. بعمل الازاز من تحت. وقولوا لي اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، واعمل ايه الفيديو الجاي، اعمل لكم فيه ايه، حاجه حلوه ولا برضك روتين بتاع اليومي كده بتاع غدا وكده او فطار. قولوا لي اعمل ايه وانا اعمله في الكومنتات، واتشرف بيكم في تعليقاتكم، واتشرف بيكم في قناتي ولايكاتي
وربنا يكبر بخاطركم اللي بيعمل لي اشتراك واللي بيعمل لي لايك. ويحملكم اولادكم وربنا يبارك لكم يا رب. قولوا رأيكم بقى في ايه، نعمل كده الروتين بتاع اليوم ده، ولا نعمل روتين المطبخ ده، ولا الغدا، ولا حلويات؟ قولولي برضك كده في الكومنتات. انا بحب اشارككم معايا في رأي في الاراء وكل حاجة يعني. نبقى اخوات واصحاب دايما بإذن الله، ونبقى عيلة كبيرة ان شاء الله. خلصنا البوتاجاز، تعالوا نشوف بقى الحوض فيه ايه. انا كنت رصيت بقى المواعين في الغسالة، اللي هي رصيت المواعين في الغسالة اللي هي الصغيرة. تعالى نغسل دول مع بعضنا، نشطفهم. كنت دعكتهم تقريبا، هنشطفهم بقى. حطيت بقية المواعين في الغسالة، وحطيت بس لسه ما شغلتهاش تقريبا، علشان غسالة الهدوم فيها برضك بغسل شغالة. فدي فيشة مكان دي، لازم اشيل الفيشة بتاعت ديت احطها مكان بعضيها. فما بحبش اتقل على الكهرباء، اعمل الاتنين مع بعض علشان ما تبقاش تقيلة قوي. شفتوا النظافة جميلة ازاي يا جماعة؟ يا بناتي اللي بتصعبوا الحاجة على نفسكم، اللي بيصعب الحاجة على نفسه مش هيعرف يقوم يعمل حاجة. سهلوا الحاجة في دماغكم كده ان شاء الله ربنا هيسهلها وتقوموا تعملوا على طول. الصفاية دي عاملة كده، كنت غسلتها بمية نار بقالي فترة، كنت حطيت مية نار وغسلتها بيها، فبقت لازم تندعك بقى بمية نار على طول. فانا مش عندي مية نار، هدعكها بكربوناتو، وهوريكم هي شكلها بقى عامل ازاي لما ادعكها بكربوناتو، كربونات الصوديوم كده، او بملح ليمون. بجيب ملح ليمون عندي وهعمل بيها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين. وما تنسوش آية الكرسي، أهم حاجة أهم حاجة آية الكرسي يا جماعة، احفظوها وحفظوها لولادكم، وعلى طول نبهوا ولادكم وهم خارجين وهم رايحين جايين. ربنا يحفظهم دايما، ربنا ينزل جنود ويحفظهم من كل شر ومن كل سوء بإذن الله. غسلنا الحلة الكبيرة عشان دي معرفتش نحط في الغسالة. الغسالة مع انها كبيرة بس الحلة الكبيرة ما دخلتش فيها، او دخلت لان في مواعين كتيرة وحلل تانية كتيرة، فما عرفتش ان انا ايه ادخلها احطها يعني. يلا بقى شطورة يا هبة، خلصي انجزي. خلصنا يعني، فاضل حاجة بسيطة في الحوض اهو نخلصها مع بعضنا ان شاء الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيد الخلق اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم اجبرنا يا رب العالمين. اللهم اجبر بخاطر كل انسان يعمل لي لايك ويعمل لي اشتراك في قناتي
وربنا يوفقنا يا رب ونكبر سوا دايما. ايه ده، المواعين مش راضيه تخلص ليه يا هبه؟ عشان المواعين كتيره، فعشان كده بقول لكم ما تحطوش مواعين فوق مواعين فوق مواعين. هو انا ما حطيتش مواعين فوق مواعين، ده كان في مواعين الفطار، وكان بعدها حد جه اكل كده بعدنا، زمايل جوزي وكده جم اكلوا كده، فاضطريت ان انا اعوز اطباق تانية. وانا بقى لما السجاد وكده وكنت هروق، بس لسه طبعا ما روقتش وما عملتش، اني تعبانه شويه مش قادره، بس فقعدت اتلخمت في اللي انا بعمله ده. ولازم كل حاجه تاخد وقتها وتاخد حقها في الحاجه يعني، في الشغل يعني. ورينا بقى الغساله بتاعتي. الغسالة هي انا رصيت فيها المواعين وخلصت، الغسالة خلصت كنت شغالة وانا بغسل. رصيت في بعض تحتها، بس الكهرباء لازم اروح ما نمسهاش من جوه، فيها نسبة كهرباء كده، قلت قبل كده، هي لازم تطلع البخار كده، بتبقى المواعين سخنة مولعة، مش هعرف اوريها لكم دلوقتي. وشلت الفيشة وجبتكم، احاول بقى اشيلها اهو، بس الدرج كان بتاع الغسالة بقفله عشان